السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم البقسماط القمر الحلو ده، بقسماط الأفران. سهل وبسيط جدا ومقاديره موجودة في كل بيت، بسم الله ما شاء الله عليه. إن شاء الله هتعمليه وهيطلع ناجح معاكي من أول مرة. شوفوا جماله وحلاوته، ويا سلام بقى شوفوا القطمة بتاعته ناشفة وهشة كده ودايبة دوب، ما شاء الله عليه. مع كوباية شاي بلبن الصبح كده، وبألف هنا وشفا على قلوب. يلا نسمي بالله ونقول المقادير. معايا هنا في أول العجين كوباية مية، مج الشاي العادي اللي هو 200 ملي. لو في الشتاء هتبقى مية دافية، في الصيف مية عادية من الحنفية. حطيت معلقة خميرة كبيرة وأربع معالق سكر. ما تخافيش السكر مش كتير ولا أي حاجة، نعمل بس اختبار للخميرة كده ونشوفها نشطة معانا قبل ما نحط باقي المقادير ولا لأ. ان لقيتي ان الخميرة عملت معاكي رغاوي كده وريم كده، تعرفي ان الخميرة دي نشطة. بس برضو زيادة تأكيد، سبتها 10 دقايق لغاية ما لقيتها عملت ايه، فوم كده على الوش اهو. شوفوا ما شاء الله كده الخميرة بتاعتنا جميلة وجاهزة ونشتغل بيها على طول. معايا هنا دي معلقة ملح صغيرة وكوباية زيت. عايزة تحط زيت على سمنة براحتك، بس انا بصراحة بفضل الزيت بس لان احنا عايزين البقسماط ناشف. الزيت او السمنة او الزبدة بيدي طراوة للعجين، احنا مش عايزين ده في البقسماط. احنا عايزين البقسماط بتاعنا ناشف وبيقرش كده وجميل زي ما بنجيبه من الافران على طول. ومعايا هنا ده كيلو من الدقيق، دقيق سايب متعدد الاستخدامات. جهزت جنبي الكوباية اللي انا كنت حاطة فيها الزيت، حطيت فيها المية عشان ما تقولوش ده الكوباية مش نظيفة، لا، الكوباية اللي كانت مكان الزيت حطيت مكانها مية. انا حطيت كوباية مية في اول العجين، ودي تاني كوباية اهي. واعملي حساب ان في كوباية زيت دي من ضمن السوائل برضو، فخلي بالك وانتي بتعجني. نقلب الاول كده بطراطيف صوابعنا لغاية ما نتوه الدقيق في المية. ان شاء الله هتجربيه، جربي حتى في نص كيلو. لو لسه اول مرة هتعجني جربي في نص كيلو، يبقى نص كيلو دقيق، معلقة خميرة، معلقة ملح صغيرة بس ما تكونش مليانة، تكون ممسوحة يعني، ونص كوباية زيت. هنا قعدت بقى فضلت اعجن فيها شوية كتير لغاية شوفوا ما شاء الله الطبق نضف معايا من العجين خالص اهو، وهي لمة ومش بتلزق في الايد خالص، جميلة جدا، طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش. احنا مش هنخمرها، لا احنا هنسيبها بس ايه، يعني حوالي 5 أو 7 دقايق بس قدامنا كده على الرخامة. بس لازم نغطيها بكيس ترتاح بس ايه من العجن اللي احنا عملناه فيها، لغاية ايه مثلا ما اجهز الصواني جنبي كده يعني. هنا بقى جبت الصاج اللي هعمل فيه اهو، ده مثلا اول صاج هحط فيه ولسه في صواني تاني هعمل فيها. وجبت هنا صينية السمسم ده اختياري يعني براحتك خالص. انا جبت سمسم ني، سمسم ابيض، ده اللي هحط فيه البقسماط، عجينة البقسماط. عايزة تحطيه براحتك، مش عايزة مفيش اي مشكلة يعني، دي مش خطوة اساسية معاكي، ان ده كان موجود عندي فعملت بيه. يعني ده لو حوشتيه من الوصفة لا هيضر ولا هينفع، فمفيش اي مشكلة. انا هنا حطيت عليه معلقتين مية وقلبته كده بحيث ان لما احط عليه البقسماط وهي عجين السمسم يمسك في العجين على طول. هنا بقى بعد ما سبت العجينة حوالي 5 دقايق او 7 دقايق هاتي بقى قطاعة او سكينة، بس لو هتعملي بسكينة خلي بالك، لو هتعملي على مفرش سيليكون ده خلي بالك ايه علشان ما يتقطعش يعني خسارة. هنا قطعي حتة عجينة على قد يعني ما تخليش البقسماط تخين لانه لسه هيخمر معاكي، ولما بيخش الفرن حجمه بيزيد كمان، فانتي ما تخليش البقسماطة تخينة، خليها رفيعة زي ما انت شايفة كده عشان لسه هتتنفخ معاكي وهتختمر. قطعي زي ما العجينة مرصوصة قدامك كده، قطعي زي ما انت شايفاني بقطع كده.
هي كده العجينة ارتاحت معانا، فهتفرد معاكي. شوفي ما شاء الله بتفرد زي الفل، والله ما شاء الله عليهم. شوية بقسماط من الاخر. بس تابع الفيديو للاخر وما تنسيش بقى تحط اللايك. ولازم تخلي فيه مسافة بين البقسماطة والتانية كده، علشان لما حجمها يزيد ما يلزقش ببعضه زي ما انت شايفة كده. هنا خلصت اول صاج اهو بوريهولكوا. اعمل بقى الكمية مع نفسي. هنا بقى بعد ما اشتغلت شوية في العجين لقيت العجينة خمرت قدامي، يعني لو في حد معاكي هيساعدك معاكي يكون احسن، يعني علشان لما العجينة بتخمر كده بيخش جواها فقاقيع هوا، فتيجي تعمليها تلاقي البقسماطة مفرغة من جوه. فانت زي ما وريتك كده، لو اختمرت معاكي زي ما انت شايفة اعجنيها في ايدك، ما تتنهاش على بعضيها، اعجنيها زي ما قطعتيها كده وهي طويلة. ما شاء الله، يعني عقبال ما خلصت اخر صاج كان اول صاج اختمر معايا. هنا بنتي الصغيره قالت لي يا ماما انا عايزه اللي هو الكحك المدور ده، وصممت رايها ان انا اعمل لها منه. فقلت لها انا مش هزعلك خالص، عملت لها كحك صغير كده علشان ما تزعلش. هنا شوفوا ما شاء الله، والله عقبال ما خلصت اخر صينيه معايا ببص على العجين وقلت اسيبه ارتاح شويه، لقيت اول صاج عملته ده ما شاء الله عليه. شوفوا خمر معايا ازاي. كنت مشغله بقى الفرن. اهم حاجه بقى يا جماعه التسويه. انا على طول بقول لكم المخبوزات تخش على نار عاليه، لا البقسماط يخش على نار هاديه، الشوايه تبقى على شمعة خالص نار هاديه، بحيث انه لازم يستوي ويتحمص معانا في نفس الوقت. يعني هيستوي ويتحمص في نفس الوقت عشان ما يطلعش طري معاكي من جوه وناشف من بره. احنا عايزينه ناشف وطري من بره ومن جوه. بسم الله ما شاء الله. مش عايز بس غير كوبايه شاي بلبن. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامه.